ما ينفعش النهارده نكون بنتكلم على الزمالك وبنتكلم على المظلوميات اللي بيتكلموا فيها ابناء نادي الزمالك، وبننتقدهم وبنقول ان هم بيقولوا كلام كبير وبنقول ان هم بيحكوا في اي حكايه، ولكن مش عايز اشوف النادي الاهلي كمان بالطريقه دي. لا، انا الاهلي زي ما قلت لحضرتك اكسب اي حد في اي مكان، وانا صاحب البطوله وانا اللي واخد الرقم القياسي في البطوله، فانا ما اخافش من حد. لكن اللي شفته في ماتش الاهلي والزمالك الاول، لا، كولر خايف من الزمالك. كولر عامل حساب كبير جدا جدا للزمالك، انا متفق معاه طبعا، ولكن مش لدرجه ان انا اخاف من الماتش، مش لدرجه ان انا انزل من اول دقيقه بحاول ان انا امن خطوطي، بحاول ان انا العب زون ديفنس، بحاول ان انا ما هاجمش كتير، بحاول ان انا اعمل حاجات غريبه جدا جدا في الماتش. انا يعني مش فاهم كولر بيعملها ازاي. يعني النهارده لما ابدا باكرم توفيق والناحيه الثانيه احمد كوكا، لا، يبقى احنا عندنا مشكله. لما العب بدون الباكين بتوعي اللي هو محمد هاني وكريم الدبيس، يبقى انا عندي مشكله. يبقى انا النهارده ما عنديش النزعه الهجوميه من ناحيه الاطراف. فهل النهارده هو ده النادي الاهلي؟ هو ده النادي الاهلي اللي المفروض ينزل دلوقتي كل الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي ماتشات كؤوس ما فيهاش هزار، لازم نكسب كل الماتشات. هل ينفع النهارده او بكره ان شاء الله ماتش الاهلي والزمالك نشوف مثلا تاني كوكا ولا اكرم توفيق بيلعبوا على الاطراف؟ لا، كده الواحد يبقى عندنا مشكله. يبقى انت النهارده بتخاف جدا من الزمالك. الزمالك لما بيشوفك كده في الملعب بيديله دفعه كبيره جدا ان هو يهاجمك وان هو يجيب في الجون. هل ينفع النادي الاهلي يتعادل بالطريقه اللي تعادل فيها بالماتش اللي فات؟ هل ينفع يبقى مفيش الناس سرحانه والناس مش واخده بالها والناس خلاص قالت ان الماتش بتاعنا وخلاص، يعني فيما معناه ان احنا بنكسب؟ لا، انت النهارده لا تامن مكر كره القدم في اي وقت. انت النهارده بتلاعب فريق كبير اسمه فريق نادي الزمالك، مهما يكن من سكواد موجود في نادي الزمالك، سواء كبير او قليل او صغير، ولكن في اللعيبه اللي تصنع الفارق. فانت النهارده ما خدتش بالك من القصه دي، ما عملتش حساب القصه دي. كان لازم تنزل تهاجم اكتر من كده، كان لازم ان انت يبقى عندك دفعه المكسب اكتر من كده. ما ينفعش ان انت تنزل متحفظ بالطريقه دي